سيداتي أنساتي سادتي، عمتم مساء. الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية لنعرض فيلم السهرة، قصة مثيرة لا يعلم بها إلا الله. هترجم أنا معاك برضو هنفهم اتفضل معايا. ده ايه الخبطة القمر دي؟ إيه الجملة يا فندم؟ أنا لسه ببدأ الفيلم. إيه الخبطة القمر دي؟ ده حضرتك دي محاولة شط بتشقطيه؟ ده ابتزاز إلكتروني. هو انت من هنا؟ قمر يا أستاذة، ما تحترمي نفسك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا الفيلم بيعكس الواقع. خلاص احنا كرجاله ما بقيناش عارفين نمشي في الشارع. معلش يا كابتن، ابقى امشي في شارع منور. بقول لك ايه، وممكن تجيب رقمك؟ تجيب رقمك؟ اديها الرقم واجري. رقمي؟ لا طبعا. ليه، هو حضرتك مرتبط؟ وديكي رقمي بتاع ايه يعني؟ رقمي وحياة امك لا اجيب لك اللي يربيك دلوقتي، بس خليك واقف مكانك. ستوب يا ابني عشان نشرح طبعا زي ما حضرتك شايف هنا في تغير جذري في شخصيه البطله. حضرتك بتزعقي له ليه؟ حضرتك اللي طالبه رقمه، انت اللي شقطاه. يلا اديني واقف اهو، وريني هتجيبي مين. اثبت، احنا كلنا شاهدين معاك. انت اسمك ايه البطل؟ اثبت يا وليد. انت واقف هنا واختك اتعكست. جرى ايه يا انسه؟ في ما انت رايحه لاخوك في ساعه شغل برضه، ما هو واقف واخد باله من الدولاب وفي ناس جايه تقضي دلوقتي، هو مش فاضي للتفاهات دي. ايه عكس؟ واحد واقف على الناس بيشدني من ايدي وبيقول لي هاتي رقمك. ما حصلش، انا بقول لك ما حصلش، هي بتتبلى عليه. خليك في دلابك انت، دي ساعه صبحيه فيها رزق. عكسك ازاي؟ معرفش ان انت اختي. تعال ساعدني بالله عليك، انا راضي ضميرك. انا عايز اشوف المخرج ولا اي حد من يعكسها ازاي. انتوا عاملين ايه؟ انتوا عاملين سلو موشن عاملين سلو موشن في الفيلم. اثبت يا وليد، كلنا معاك يا وليد. وانت اللي عكست اختي؟ يا اخويا بيفكرني واحده مش كويسه وعاوز اخد رقمي. مفكرك ايه؟ بتزعقي له؟ لا انت جوه ودنه. مفكرك واحده مش كويسه. ما انت مش كويسه. انت مش كويسه. ايه ده؟ صدق اختك عايزه تتربى وانت كمان عايز تتربى. حلوه يا وليد، حلوه يا وليد. هم يستاهلوا يا وليد. هو كان الفيلم خلص يا وليد ولا الى هنا سيداتي انساتي سادتي ينتهي هذا الفيلم العظيم. حينما عرض هذا الفيلم قام الجماهير والمشاهدين جميعا بالتفافة بالبصق على الشاشة. معلش استأذنك يا وليد، اخويا يا وليد، اول ما الراجل يرجع الدولاب، اصل ده اكل عيش مش عايزين نأذيه برضه. سلام عليكم.